عمورة وسانجيلواز في صدارة الدوري البلجيكي. السلام عليكم، مرحبا بكم إخوتي. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك للفيديو للتوصل بكل جديد. تمكن الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة وفريقه سانجيلواز من تحقيق فوز عريض على ضيفه رويال شارلوا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة التاسعة من دور الدرجة الأولى البلجيكي. وشهد اللقاء مشاركة عمورة بداية من الدقيقة 70 من عمر المرحلة الثانية، وحينها كان سانجيلواز متقدما في النتيجة بثلاثية مقابل هدف واحد. ونجح مهاجم وفاق سطيف من تسجيل هدف، لكن الحكم وبعد العودة إلى الفار قرر عدم احتسابه بحجة أن هناك خطأ ضد فريقه قبل وصول الكرة إليه. في حين شارك زرقان أساسيا في تشكيلة رويال شارلوا إلى غاية الدقيقة 63، أين قرر المدرب استبداله. لا تنسوا إخوتي اشتراك في القناة، تفعيل الجرس، لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.